اشربي ليمون. روق اعصابي ايه وبتاع ايه؟ لا انا مش عايزاه، انا عايزه تليفوني. ومهما حصل ما تفتحيش عينك نهائي. انا خفت. هو ايه الهبل ده؟ اقفل الكاميرا دي، اقفل يعني. مفيش حل والله. بص انا كنت قاعد جنبكم كده وسمعت. بقول لك ايه لو سمحت، بجد الموضوع مش ناقص خالص، انا بجد مش طايقه نفسي وبجد مخنوقه، وخلي الراجل بيصور ده ياخد الكاميرا ويمشي. طب اهدي طيب اهدي. انا بس جاي احل صدقيني، يعني انا هساعدك مش اكتر. هو بس اشربي ليمون. روق اعصابي ايه وبتاع ايه؟ ما هو طبعا لو كان تليفونك انت كان زمانك دلوقتي حاسس بيا، انما انت مش حاسس بيا. خلاص طب ايه؟ ما حدش حاسس بيا اصلا. حصل خير، فداكي حصل خير. ايه طب ايه اللي حصل؟ ممكن اعرف بس اللي حصل؟ هساعدك. تليفوني اتدغدغ. طب ايه المشكله؟ هيتصلح المشكله يعني. كلهم قالوا لي ان هو مش هيتصلح، انا رحت في كل حته لفيت الوطن العربي، يعني لو انا مش معايا فلوس كنت سافرت عملت. ليه يعني؟ عليه كل شغلي وعليه كل حاجه وحسابات البنوك وفي الايميلات وكله. ده متفرتك خالص. ايوه طب يعني ما حاولتيش تروح لاي مركز صيانه او اي حاجه يصلحوا لك؟ رحت في كل حته، كلهم قالوا لي مفيش امل. مفيش. كلهم قالوا لي ارميه واشتري غيره. طب عادي هاتي غيره يعني فداكي. ايه المشكله؟ هاتي غيره. انا عايزه الداتا بتاعتي، انا شغلي عليه، بقول لك مستقبلي كله راح خلاص راح. طيب والفولورز لا موجودين ما تخافيش. طيب انا هحاول اساعدك، هحاول ابسطك، هعمل حاجه لو عجبتك يعني قولي لي، بس يعني حاولي ما تتضايقيش. خلاص هنشوف. اتفقنا؟ هنشوف هيعمل ايه. ماشي. انت تليفونك ما فيهوش امل، فاديني فرصه اخيره. اتفضل. ماشي بس دي كرتونه اهي فاضيه، فيهاش اي حاجه صح؟ بس هاجي تليفونك اللي انت بتقولي عليه متكسر ده، بس انا شايف ان هو سليم. ليه؟ لان انا لو عملت كده حطيت دي هنا بس وقلت له اتحول، هخليه لك 17 برو ماكس، مش كمان 14 زي بتاعك. ايه ده؟ اهو يجي ده 17 بجد؟ حقيقي جديد بتهزر؟ هديه. ال 17 برو ماكس ده بقى بتاعك. انا مش عايزه ال 17 برو ماكس، انا عايزه ال 14 بتاعي. انت جبته منين اصلا؟ ازاي؟ خديه خلاص، ده ليكي يعني بدل اللي اتكسر. لا انا مش عايزاه، انا عايزه تليفوني. كسر فين وجبت ده ازاي اصلا؟ خلاص مش مشكله يعني، خدوا دوت لا انا اطلع عايزه لك التاني تليفوني. وخدي ده. لا انا عايزه تليفوني، انا عايزه الداتا بتاعتي، انا عايزه حاجتي. طب انا مش عايزه ده، خده انت، هات لي تليفوني. ده انا عايزه بصي، تليفوني، ده انا بحب جديد، تليفوني. لا انا بحب جديد. تليفوني، انا عايزاه، انا عليه حاجتي، شغلي بكام عليه ده؟ كل انت حاجه، عارفة عليه بكام؟ 18000 صوره. طيب ماشي، كام ده يا بنتي؟ مش عايزاه. انت اللي قررتي، بس قبل ما اغيره انت عارفه ده بكام؟ مش عايزه اعرف، مش عايزه ال 17، انا عايزه ال 14 بتاعي. ماشي. البوكس فاضي صح؟ بص هاجي هنا قدامكم، هخلي ال 17 يرجع ال 14 بتاعك. لا بس ايه ده؟ يسلمني. في ايه؟ هو ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ انت ده اتصلح؟ انت جديد؟ عملت كده والله ازاي؟ العظيم يا رب. بص يعني حتى الستيكر بتاع الشاشه ايه ده؟ اهو. صورتك صورة؟ دي صورتي، انت قربوا عملت كده؟ كده ازاي؟ دي الصوره اللي انت كنت ايه ده؟ حاطاها والبيبر. بس ده عليه كل حاجتي لا اله الا الله. ايه ده؟ انت والصور. انت غيرت مرتين ازاي يعني؟ اتمنى تكونوا انبسطتوا. ازاي؟ عليه صوري، عليه كل حاجه. انت عملت كده ازاي؟ خلاص انا دي مش أهم هسيبك حاجة. النهارده، انت ليه؟ تقول لي انت عملت كده ايوه ازاي؟ طبعا. انت عملت كده ازاي فعلا؟ انا رحت في كل حته، كلهم قالوا لي مفيش امل. انت عملت كده ازاي؟ انت عندك رجعتهولي قلب؟ طيب جديد. تعرفي انا عملت كده ازاي؟ طبعا انا مش طيب. هسيبك اصلا. عشان انتوا مش مصدقين اللي انا بعمله، والناس بتفتكرني دايما ان انا مخاوي عفاريت وبتاع وحاجات كده غريبه، ومفيش كده اصلا. ده كل انا هاخدك معايا اوري لك انا عملت كده ازاي. اتفقنا؟ بس اتفقنا. قلبك جامد. ها جامد. جامد. طيب هاتي تليفونك ده كده وتعالي. شغل الكاميرا انا جاي. بصي عايزك تيجي هنا، اقف هنا. تحفه جميل. بس خليك سنه ورا شويه. حلو. عايزك اهم حاجه تليفوني معايا. تمام. امسكي بس بايدك الاتنين كده. ايوه جميل. حلو. بصي هنا، هاخد منك المفرش 3 دقايق 3 دقايق وجايين. انا خفت. طب هات معتز معانا. غمضي عينك، انا خايفه. غمضي عينك، خدي نفس عميق طب قول لي ايه اللي هيحصل؟ وطلعيه بالراحه، ومهما حصل ما تفتحيش عينك نهائي. انا خفت. طب قول لي ايه اللي هيحصل؟ طبعا عرفني، انا واقف اهو. ثانيه واحده، هنروح انا وانتي. هو ايه الهبل ده؟ هو ايه الهبل ده؟ انتوا وديتوها فين؟ انتوا وديتوها فين؟ انتوا وديتوها فين؟ انا هوديكوا في داهيه. هي فين؟ ايه ده؟ اقفل الكاميرا دي.
اقفل يا عم. هو ايه اللي بيحصل؟ معتز، طب هو ما بيردش عليا ليه طيب؟ انا خفت والله، افتح ولا ايه؟ فتحي. انا فين؟ انت جبتني هنا ازاي؟ معتز فين اصلا؟ معتز لا 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 لا، هو مستنينا رجعني هناك. رجعني، هو لا مستنينا رجعني. بس. ايه ده، انت مش كنت عايز تعرفي التليفون اتعمل ازاي؟ بس انا خايفه. انا هقول لك اتعمل ازاي. انت جبتني هنا انا هنا ازاي؟ جبتك في المكان السحري الحقيقي، المكان اللي ما عندوش اي عقده خالص مع اي تليفون في العالم. دكتور. ايه ده؟ بومبو انت جيت تاني؟ عامل ايه؟ جايب معاك كويس. هو معاك الصيانه. معلش هي مش عميله، هي مش عميله، بس هو الموضوع كان تحدي بس معايا، فهي ما كانتش مصدقه ان انتوا اللي عاملين الجهاز، وكانت فاكره ان في عفاريت وجن وحاجات كده، فمعلش هنوضح لها بس ان انتوا ازاي. هي بتقول انها لفت على كل مراكز الصيانه قالوا لها التليفون ده ترميه بالزباله، فاحنا نديها نبذه بس صغيره معلش، عشان برضه اكيد الناس اللي بتتفرج دلوقتي مش مصدقنا بس. تعالى اعرفك على مركز الصيانه بتاعنا. طب يلا بينا تعالوا. احنا هنا عندنا اكتر من قسم. في القسم ده احنا هنا بنجدد الشاشات. طبعا انت عارف الشاشه الاصليه سعرها مكلف جدا، تمام؟ فاحيانا بيكون الشاشه مش مكسوره بشكل كامل، لكن مكسور الازاز بتاعها. فاحنا باستخدام الادوات والماشين دي احدث تكنولوجي موجوده في العالم في تجديد الباغات والسكرينات بتاعت الشاشه. ايه ده، يعني ممكن تبقى الشاشه اصلا مش مكسوره وانا فاكر انها اتكسرت؟ طبعا احنا الادوات دي او باستخدام الماشين دي احنا نقدر نرجع لك شاشتك الاصليه ونحافظ عليها، ونقدر نرجع لك الشاشه جديده جدا، يعني كانها زي ما حصل في تليفونك بالظبط دلوقتي. أيوة. من غير ما تغير الشاشه كلها، تقدر تغير بس السكرين بتاعتها. جميل. تمام. طبعا هنا الماشين الثانيه دي او الاداه الثانيه دي اللي بتصلح الباك كفر. يعني انت شايف هو لسه مستلم تليفون هنا. طبعا اجهزه ابل مشهوره بالعطل ده، لان الظهر بتاعها بيبقى سهل انه يتكسر. تمام. طبعا احنا باستخدام مكنه الليزر هنا، المكنه دي تقدر تغير لك الظهر بدون ما نفتح الجهاز ويرجع يتقفل تاني، يرجع اوريجينال زي احسن من الاصلي كمان. احنا على قد ما نقدر نشتري الادوات دي عشان نقدر نحافظ لك على شاشتك الاصليه ونقدم لك خدمه بسعر كويس. طبعا تبقى تكلفه اقل. جميل. من انا عارف، انا عندك كفايه الثقه، يعني كفايه الثقه. طب تعالى نخش على القسم اللي بعده. تعالى طب انا أوريك. عندي تليفون نوكيا يتصلح؟ يا عم نوكيا، انا اسف يا دكتور، انا اسف معلش. هنا بقى يا عم بومبو السحر الحقيقي. هنا قسم الهاردوير او صيانه المذر بورد. هنا انت بتشوف تكنولوجي او تكنيك وصيانه التوكيل نفسه ما يقدرش يعملها. هنا الاجهزه بترجع جديده لما بيكون في حادثه او في مشكله في المذر بورد، والعميل مهتم انه يرجع التليفون تاني لحالته الطبيعيه. طبعا كل الصيانه ضمان 3 شهور. مذر بورد، صيانه المذر بورد ضمان 3 شهور. جامد. يعني ده مخ الجهاز. احنا هو هنا بتسترجعوا الداتا وتسترجعوا اي حاجه. التليفون عامل حادثه، مقسوم نصين، واقع في البحر، واقع في الميه، فالعميل بيبقى عايز يشغله مش بس عشان التليفون، احيانا بيكون مهتم اكتر بالداتا. احنا هنا متخصصين في استعاده الداتا، ولكن الصيانه بشكل عام احنا هنا بندي عليها ضمان 3 شهور. انا قلت لك العملاء ما يدخلوش من جوه. معلش انا اسف، تمام. بس انا عايز اعرف، يعني هو انتوا المتخصصين في استرجاع الداتا. يعني ان لو واحد تليفونه باظ مستحيل يشتغل، فانتوا ممكن تقدروا تلعبوا في مخ الجهاز لدرجه انكم ترجعوا الداتا. انت شفت حاله يعني بنفسك جهاز ما هي كانش بص، هي قفشه في ينفع التليفون خالص. من ساعه ما اديته لها. احنا استعاده الداتا هنا سحر استعاده يعني. الداتا احنا بنقدر نرجع داتا. لو العميل جاب التليفون بشكل مباشر اقدر اكد لك ان بشكل مباشر. طبعا يعني ملفش على مصر كلها. برضه احنا بنستلم الاجهزه المرفوضه العربي. من كل التوكيلات ومراكز الصيانه، وفي جهاز مرفوض، لكن انا بتكلم لو الجهاز جه مباشر على طول من العميل هتكون نسبه نجاحه عاليه جدا. اعلى، بس انتوا طبعا برضه التكلفه بتستلموا اقل يعني. طبعا. احنا طبعا بنستلم من كل مراكز الصيانه، يعني بنستلم اصلا كل الاجهزه المرفوضه من التوكيلات ومراكز الصيانه، لكن انا بتكلم بس لو سمحت اصلا ممكن نسبه النجاح بتاعه الجهاز بتكون اسهل واسرع وتكلفه اقل ما بيكون العميل جاي مباشر على طول بعد ما يعني التليفون بيحصل فيه مشكله بيجي لنا بشكل مباشر. طبعا بيكون نسبه نجاحه اعلى بكتير جدا. اعلى بكتير. انا اتفقت معاه دلوقتي هيعمل لنا عرض للناس اللي متابعاني جامده جدا جدا. يعني تليفونك لو فيه خربوشه خليك تيجي تعمل لسه هعمل لك تليفون. لا استنى بقى، يلا بس ورينا القسم اللي بعده. يلا طيب يلا بينا. يا مش طالع بابجي هو. بص بقى يا دكتور، بصيت يا عشان خاطر الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي دي، الناس دي انا بحب دايما ابسطها. ماشي. حلو. وطالما انا جايب لهم المكان ده اللي هو كنز اصلا، انا بصراحه اتفاجئت بكل التفاصيل دي، فانا هعمل عرض جامد جدا عندي على الصفحه. اللي هيعمل كومنت في الفيديو تحت ويعمل لايك وشير للفيديو ويخش يعمل لهم متابعه، عشان هم بصراحه يستحقوا، لان انت اكيد هتحتاجهم في يوم من الايام، ويكتب مشكلته في كومنت تحت، انا هختار 10 يجي يحلوا مشكلتهم ببلاش. يعني تليفونك لو فيه اي حاجه واخترتك من ضمن ال10 اللي هختارهم ببلاش، هتيجي تعمله
هنا. وانا كمان هختار 10 عشان خاطر متابعينا يكونوا مبسوطين اكتر. بجد حلو، يبقى يختار 10 من عندي و10 من عنده، يعني لو ما لحقتش عندي خش اكتب مشكلتك عنده. طب دلوقتي لو ما لحقش بقى، طب انا اعمل له ايه اللي ما لحقش ده؟ ما لحقش يعني في ناس ممكن ما تشوفش الكومنت ويبقى اختارنا. عموما اي حد من متابعينك يقدر يشرفنا في 22 شارع لبنان المهندسين، او يتواصل معنا من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا، احنا عندنا اكونتات على كل الصفحات، او يقدر يشحن التليفون او يتواصل معنا بعد التواصل معنا نشحن التليفون من كل محافظات مصر ان شاء الله. بجد يعني هو لو مش قادر تيجي تقدر تشحن التليفون. يقدر يتواصل معانا. وفي تواصل ان انا استفسر مثلا عن تليفوني طبعاً. ده ممكن يكلف كام، طبعاً. ممكن يعمل ايه. جميل جدا. احنا يقدر يتصل بينا في اي وقت على وسائل التواصل بتاعتنا. جميل. انا هسيب لكم كل ده في الاول كومنت تحت كده عشان خاطر تخشوا وتتواصلوا معاهم بسهوله، وهم بصراحه بيردوا على كل الناس. واي حد برضه هيجي من طرف بومبو هيتعمل له خصم. اتفقنا. تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه شوف دي بقى يا عم. وتابعونا بقى على كل المنصات. خد الناس دي واتكل على الله. انا هموت واعرف ايه الجهاز ده. انا اسف بجد. يلا يا عم مش فاضي لك، امشي. يا بنتي بقى حرام عليكي.